نتحدث معكم أيها الأحبة عن الدين. شباب، باختصار جدا شديد أريد أحكي بهذا الموضوع عن الدين. الآن إحنا كشيعة أهل البيت الحسينيين اللطامة اللي بالمواكب، دقق وياي وانتبه جيدا، الله يحفظكم عزيزي. الآن هذا اللي يلطم بالموكب، اللي عنده هيئة، اللي انفتح موكب خدمي يخدم الزوار، انتم الزوار الملايين، خدام الإمام الحسين اللي لابسين السواد، اللي يحضر مجلس وما شابه من هذه الأمور. هذه كلها الأعمال كون نضيف لها شنو؟ نتخلق بأخلاق الحسين سلام الله عليه ومبادئ أهل البيت. ومن هذه المبادئ أهل البيت باختصار قالوا يابا من يجي واحد يداين من عندك فلوس كون تنطي بها أجر وثواب، هذا جيد. لكن قالوا لهذا اللي يداين، قالوا له وصوا ترجع هذه الأموال، هذه حقوق الناس، حقوق الناس انت خذيتها، اجيت محتاج لأحد زملائك أصدقائك أقربائك محتاج كذا مبلغ، قدرك انطاك اياه، تفضل. من تدير وجهك وما تنطي وتشلع قلبه وتروح تلطم وتروح للمجلس وللزيارة، ماذا تتصور يتقبل الحسين منك؟ انت عزيزي لابس جداشتك السوداء وتفتر بالمجالس وتخدم الزوار وانت مطلوب دين. هسه مرة ما عندك، هسه قد يأتي ذاك بحث واحد، بس احنا بدنا نحكي على اللي يداينون من الناس وما يوفونهم، ومو بس ما يوفي، لا يتهجم عليه، يقول له عمي شنو انا شايل يوميا وجاني على فلوسك، وشنو انت يوميا تقول لي، ومن هالكلام عجيب يعني فوق ما هو مداينك انت تيجي تتهجم عليه. عزيزي والله صدقني الإمام لا يرضى بذلك، فينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق الحسين. وانظروا للحسين سلام الله عليه، اسمعوا ماذا قال الإمام من جمع أصحابه ذاك قتال أعزائي، يعني شارك بالقتال مو مسوي له موكب. قال الإمام لا يقاتلن معي رجل عليه دين، هيك على ما في بال الرواية، فرجال عليه دين لا يقاتل وياي. نفس الحال يجيب هذا الحديث الإمام لو هسه موجود هم يقول الرجال مطلوب دين للناس، خلي يروح يوفي دين عمي، ماكو داعي يروح يسوق ويسوي ثواب وقيمة وكذا، لا يسدد الناس دينهم ويشكرهم باسم الإمام الحسين، هذا جيد. أي نتخلق بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم.